واش عمرك جلستي بوحدك 5 دقايق بلا تليفون بلا موسيقى بلا فيديو بلا حتى حاجه وحسيتي براسك مخنوق؟ واش لاحظتي باللي ولات عندك الرغبه تفتح تيك توك بلا سبب، تقلب في انستغرام وانت ما باغي حتى حاجه، كتشوف في الريلز مده طويله ومن بعد كتحس براسك غير ضايع؟ المشكل ماشي فيك، والمشكل ماشي حيت انت كسول ولا معكاس، المشكل هو ان الدماغ ديالك ولا مدمن على المتعه السريعه. وهذا الادمان كيقتل فيك الحاجه الوحيده اللي خلات البشر يبنيو الحضارات، يكتشفوا العلوم ويحققوا الاحلام. اليوم غادي نهضروا على واحد المفهوم ولا منتشر هاد الايام بزاف في السوشيال ميديا. واش فعلا كاين شي حاجه سميتها صوم الدوبامين؟ واش خاصنا نقطعوا الهاتف، الموسيقى، الالعاب وحتى الاصوات، ولا هاد الشي كامل غير فهم خاطئ للعلم؟ هاد الفيديو ماشي تحفيز، هاد الفيديو رحله داخل دماغ الانسان. قبل ما نهضروا على الصيام ديال الدوبامين خاصنا نفهموا هاد الماده الكيميائيه اللي كيصنعها الدماغ. الناس كيقولوا عليه هرمون السعاده، ولكن هذه معلومه ناقصه. الدوبامين ما كيعطيش السعاده، الدوبامين كيعطيك الرغبه في الحصول على السعاده، وهنا فرق كبير. تخيل معايا واحد الاسد اللي هو جائع، واش كيحتاج يكون سعيد باش يصيد؟ لا، كيحتاج يكون عنده دافع. هذا الدافع هو الدوبامين، هو النظام اللي كيقول لدماغك هاد الشي مهم، سير قلب عليه. في قديم الزمان هاد النظام كان خدام باش الانسان يقلب على الماء، الشريك والامان. ولكن اليوم الشركات فهمات كيفاش تستغل هاد النظام للصالح ديالها. كل اشعار ولا لايك، كل فيديو قصير، كل مستوى جديد في اللعبه، كل صوره جذابه، جميع هاد الاشياء كتعطي دفعه صغيره من الدوبامين. ومشكل الدوبامين انه ما كيبغيش يبقى ثابت، كل ما عطيتيه اكثر كل ما كيطلب اكثر. تفكر راسك فاش كنتي صغير، كنتي كتفرح بكره، بخرجه مع الصحاب قصيره، بواحد القطعه ديال الحلوى، بالشتاء اللي كتنزل من السماء. اليوم كتشوف فيلم فيه ساعتين كتحس بالملل، كتقرا كتاب 10 ديال الدقائق كتحس براسك مزموت، كتجلس مع العائله وتبدا تقلب على التليفون. شنو واقع؟ الدماغ ديالك اللي تبدل. تخيل عندك لي زيكوتور وبقيتي كل نهار كتزيد في الصوت لاقصى درجه، غتجي واحد الوقت ما غتبقاش قادر تسمع الاصوات العاديه مزيان. هادشي بالضبط اللي كيوقع مع المتعه، الفيديوهات القصيره، الالعاب الاباحيه، الاكل المصطنع والسكرولي، كلها كتعطي للدماغ جرعات عاليه من الدوبامين. ومنين كترجع للواقع، القرايه كتبان ممله، الرياضه كتبان ثقيله، الصلاه كتبان صعيبه. ماشي حيت هاد الاشياء ما عندهاش قيمه، ولكن حيت دماغك ولا في جرعات خارقه ديال المتعه. خاصنا نفهموا باللي مصطلح صوم الدوبامين ماشي مصطلح طبي رسمي. ما يمكنش تصوم على الدوبامين حيت الدماغ ديالك غادي يبقى ينشو، حيت الا وقف انتاج الدوبامين غادي تكون عندك مشاكل عصبيه خطيره. اذا شنو المقصود؟ المقصود هو الصيام على السلوكيات المفرطه للتحفيز، بمعنى ماشي تحارب الدوبامين، وإنما تحارب الإدمان على التحفيز ديالو. ماشي تحيد المتعة من حياتك، ولكن ترجعها لحجمها الطبيعي. دير تجربة بسيطة، قول أنا اليوم غادي ندوز نهاري بلا تيك توك، بلا يوتيوب، بلا ألعاب، بلا موسيقى، بلا سناكات، بلا سكر زايد، وبقى غير مع الأفكار ديالك. وغالبا غادي تحس بالقلق، بالعصبية والفراغ، ويمكن حتى بالحزن. هنا غادي تكتشف واحد الحقيقة صادمة، انت ما كنتيش كتستعمل الهاتف باش تستمتع، انت كنتي كتستعمل الهاتف باش تهرب من التفكير، من الوحدة ومن المسؤوليات. كتهرب من الأسئلة واللي ما باغيش تجاوب عليها. شكون أنا؟ شنو بغيت من هاد الحياة؟ واش أنا فعلا واحد الإنسان عايش السعادة الحقيقية؟ جرب هاد البلان صديقي ورد عليا. شنو النتيجة اللي لقيتي في الكوموند؟ انا ما كنقولكش انك تختفي من العالم ولا تهرس الهاتف ديالك، انا كنقول لك ابدا بالتدريج. دير ساعه بلا تليفون، حاول تاكل الوجبه ديالك كامله بلا ما تفرج في فيديوهات، خصص ساعتين من وقتك كل نهار للملل المقصود، جلس بوحدك فيها، فكر، كتب، قرا، صلي، دير الرياضه. في الاول غادي يجيك هادشي صعيب، ولكن من بعد ايام غادي ترجع تحس بشي حوايج كنتي نسيتيها. طعم الاكل الحقيقي، اللذة ديال الراحة وديال النعاس، المتعة في انك تقرا وتسالي واحد الكتاب، غادي تشعر بالسكينة مورا الصلاة. شي حوايج اللي بسيطة لكن كتعطيك سعادة حقيقية. شوف صديقي، العالم اليوم ما كيربحش من واحد الانسان مركز،
كيربح من واحد الانسان اللي مشتت، وكل دقيقه كدوزها في السكرول هي دقيقه كيربح منها شخص اخر. كل انتباه كتعطيه كاين اللي كيشريه. الانتباه ديالك ولا سلعه، وكل ما كان عندك تحكم اقل في الدماغ ديالك كل ما وليتي كليان. هادشي علاش اكبر ثروه في هذا العصر ماشي هي انك تربح الملايين ولا تولي مشهور ولا تجمع المتابعين. اكبر ثروه هي انك تجلس مع راسك بلا تليفون بلا ضجيج وبلا خوف. حيت الانسان اللي قادر يتحكم في الانتباه ديالو قادر يتحكم في الحياه ديالو. شوف اخويا ولا اختي، صون الدوبامين ماشي عقاب، ماشي حرب ضد المتعه، انما هو محاوله باش تسترجع واحد الحاجه اللي ضاعت، اللي هي القدره على الاستمتاع بالحياه كما هي.